بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعضاء منبر مريخاب أونلاين في أول سلسلة من سلاسل شرح البرامج الحصرية على منبر مريخاب أونلاين. اليوم حنقوم بشرح برنامج الباور ايزو وكيفية نسخ البرامج من على الباور ايزو بواسطة الباور ايزو. أول حاجة بعد ما نزلنا برنامج الباور ايزو هنعمل له تسطيب. حيتسطب نعمل للبرنامج يس. هنعمل البرنامج انستول. هيبدأ تسطيب معانا البرنامج. طبعا الباور ايزو هو عبارة عن برنامج بنقوم بنسخ الملفات والبيانات او الصور او الاغاني او بنظام تشغيل ويندوز. ممكن بواسطته ننسخ به اسطوانة ويندوز او برنامج تشغيل ويندوز من على الاسطوانة على فلاش. نعمل نيكست ونعمل كلوز. هتظهر لنا شاشة مكتوب فيها انه لازم نعمل اعادة تشغيل للجهاز اللابتوب او الكمبيوتر الثابت لاكتمال تسطيب البرنامج. فهنعمل اوكي، بس انا هعمل كنسل لانه اصلا البرنامج موجود عندي. بالتالي البرنامج هيكون يثبت عندنا على الجهاز بتاعنا وهيظهر لنا على سطح المكتب وهو موجود هنا. هذا ورايزو. هنعمل له اوكي ونفتح البرنامج. هتظهر معنا الشاشة بتاع التسجيل وهنعمل لها كونتينيو. هنمشي على خيار اوبشنز ونخش في خيار لانجويج نعمل اللغة العربية لتسهيل الشرح يعني شوية. ونبدأ مثلا بإنه عاوزين ننسخ ويندوز في فلاش. ليه؟ مثلا إذا عندنا جهاز لابتوب ما فيه سي دي روم أو دي في دي روم ونحن عاوزين نعمل له ويندوز جديد، فطبعا طبيعي ما حنقدر ندخل فيه اسطوانة لأنه أصلا لا يوجد به سي دي روم أو دي في دي روم. فالحل الوحيد هيكون إنه نعمل ويندوز عن طريق الفلاش. فهنقوم بنسخ الويندوز من على اسطوانة الويندوز على الفلاش. أول خطوة يكون عندنا اسطوانة الويندوز أيا كان 7 ستارتر اكس بي وفلاش. الفلاش طبعا سعته هتكون على حسب الويندوز بتاعنا، إذا ويندوز 7 4 جيجا، إذا اكس بي أقل، إذا أنا على حسب شنو الويندوز بتاعنا. مثلا هنقوم بنسخ ويندوز 7 على شنو على الفلاش. أول حاجة هنبدأ نخش في كلمة في الخيار نسخ من شروط الأدوات وننزل في الخيار عمل ملف تصويري. هتظهر لنا شاشة مكتوب على عمل ملف تصويري. هنختار من القرص المصدر هنا في الخيار ده، هنختار الأسطوانة بتاعت الويندوز اللي دخلناها في الجهاز قبل، هي السي دي درايف جي هنختارها. والخيار الثاني بتاع الملف الوجه هيكون نختاره ملف ايزو. هنختار ملف ايزو وننزل في الخيار بتاع خصائص متقدمة. خصائص متقدمة هي عبارة الشاشة اللي عملناها دي هتعمل لنا ملف تحضير بيساعد على نسخ الويندوز من الاسطوانة على الفلاش. فالشاشة دي بتتيح لنا انه نحفظ البرنامج الملف التحضيري ده على سطح المكتب او على اي محلة احنا حابينها. فانا هقوم باختيار مثلا سطح المكتب ونحفظ الملف باسم، مثلا هنكتب عليه ويندوز وهنعمل له سيف. بعد ذاك هنعمل حسنا وهيبدأ لنا نسخ. مجرد ما النسخ انتهى هيعمل لنا اغلاق للنافذة. الخطوة الثانية هيكون طبيعي نورمالي ظهر لنا الملف التحضيري اللي احنا انشأناه برا سطح المكتب في شكل اسطوانة ذهبية موجودة هنا. الخطوة الثانية هنقوم نمشي في شروط الأدوات لأدوات وهننزل في خيار إنشاء محرك USB قابل للإقلاع. في اللحظة دي نحن لازم نركب الفلاش بتاعنا. هنقوم بتركيب الفلاش. وأول حاجة مفروض نعملها بعد ما نركب الفلاش نعمل الفلاش بتاعنا فورمات عشان نتأكد صحته وسلامته إنه ما يكون به أي فيروسات.
بعد ذاك حنقوم ننزل في ملف الخيار بتاع ملف التصوير المصدر ونعمل فيه كليك. مجرد ما عملنا فيه كليك حتظهر لنا شاشة، حنختار من الشاشة دي سطح المكتب، لأنه احنا قبل حفظنا الملف بتاعنا التحضيري على سطح المكتب على شكل اسطوانة ذهبية واللي هو هذا، وسميناها ويندوز، وندوس عليه اوكي. اخترنا الملف ده، وحننزل في الخيار الثاني هو محرك يو اس بي الهدف، وحيكون هو عبارة عن الفلاش بتاعنا اللي احنا نزلناه في الجهاز، عملنا له فورمات حيظهر لنا وحنقوم باختياره. مجرد ما اخترناه تاني معالي اللي نعمل ابدأ، وحتبدأ عملية نسخ الويندوز من على الأسطوانة إلى الفلاش. وبعد ما ينتهي النسخ بكده يكون خلص النسخ بتاع الأسطوانة الويندوز على الفلاش، وبكده كمان يكون خلص الدرس. وهو تقريبا سهل وبسيط، وإن شاء الله يكون بالنسبة لكم سهل ويكون فهمت الدرس. وكمان بنتمنى للمريخ التقدم للأمام، وبالأحرى هو اسمه مريخ السودان أو السودان المريخ. وإن شاء الله مزيد من التقدم للمريخ وإحراز البطولات. وشكرا لكم من بربر الرخاب، الله يعين.